وبعدين ها، بس. وبعدين يعني دي مش عيشة يعني، مش عارفة اقعد اصلي في هدوء. بس ما تروح تناموا زي العائلة كلها نايمة. بصوا لازم يقلبوا الدنيا، مش العبرة بقى وقت فلا نقلب لها الدنيا، يلا مش مشكلة صح؟ قلة الأدب. بصوا لازم طالما روقت مينفعش فتروحوا تنعسوا زي العيال اتغدوا وناموا. ما تناموا ياض انت وهي انا مش قادرة اسيبهم بقى، اعمل ايه؟ بس هو ده لعب مش حاجة يعني قلة أدب. انت وهي روحوا انعسوا لحسن والله هقعد اتفرج عليكم كده ومش هعمل غدا. بحب اقعد اتفرج عليهم وهم بيلعبوا واجري تنطيط يا قلالات الأدب. بس شقاوة وقلة أدب وسفالة. تعالي يا بنت من عند الكاوتشات، لسه ما كنستش. خشي جوه مع اخوك. ايه ده؟ بيحلى لهم يغسل قاعدة على التراب وعند الباب، حاجة غريبة. ولا بيتا شكرا قطع باظت. كان باظت مش عارفة. الراجل بقول له هنجدد الركنة، يقول لي لا علشان ما ينفعش القطط بتبوظها. بتبوظها. شايفين؟ ايه رأيكم في اللي انا فيه؟ انا شكلي هقفل واروح احبسه احبس مين؟ القطط ما بتتحبس يا قلالات الادب. يعني انا عماله اتفرج عليكم ما بعملش حاجتي يا قلالات الادب. بص هي مش عارفه مستخبيه تحت. شايفين الاردغانه اللي عاملاها تحت؟ لسه ما كنستش ولا روقت ولا عملت حاجه. لسه المغرب قرب يقدر ما عملناش حاجه. يلا يا جماعه اسيبكم على خير كده واروح اشوف اللي ورايا لحسن كده مش هنخلص. بص رايحين عند باب الحمام. شفت قله الادب؟ ايوه اجري وديني اوام وصلني اوام وصلني. ده بيتا. يلا يا جماعه اسيبكم على خير. لايك واشتراك وكومنت، ما تنسوناش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.